هاي يا سيدي غدوة كان عشنا فطورنا ببوش، تنوريكم كيفاش طيبوا الببوش. المرحلة الأولى تمس الببوش هكا، المرحلة الأولى تحط له الماكلة باش يخرج له السخة نتاعو، وبعديك تحطوه هكا باللبرة ولا بحاجة تشوفوا يتحرك ولا لا، ومن بعديك تسخن الماء تحط فيه الرند وتحط فيه الكليل والزعتر وكل شيء ما تابعه، ومن بعديك تشهد له، تجي تحطه في الطنجرة والماء يغلي تشهد أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن شاء الله نهاركم زين. شوفوا المرحلة هذه، هذا البابوش الحي الكل وحده، وهذا حشاكم الميت، وتو نستناو الماء حتى يغلي بك الفاح نتاعو، ومن بعدك نشهدوا ونصبوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ونصبوا خط الروح. اللهم صل على النبي. ها طماطم وكليل وزعتر وعطرشية، وهو هكا حي وفاح وكل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شوف كيفاش هكاكا، ونحطوا الكعيبات الكل اللي طاحوا. بسم الله. من بعدك نشقوهم كيف بيح. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله. هكاكا حتى يغليوا ربيع الساعة 4 دراج، ومن بعدك نحيوهم ونبيتهم في الجنة حتى نطيبوهم. إن شاء الله نهاركم زين.